أوقاتكم سعيدة إن شاء الله، وشكرا على متابعتكم برنامج المسامح كريم. يقال الاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا العنوان تندرج تحته القصة اللي راح بتشوفوها الآن. هي قصة من مصر، نعرف كل تفاصيلها، ولكن بالأول نستقبل صاحبة الدعوة، صاحبة المبادرة، صافي. أهلا أهلا ست صافي، تفضلي يا عيني. تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. السيده صافي عبد المنعم. ايوه شرفتينا. الله يخليك. شكرا على مجيئك. ربنا يخليك. والست صافي جاي هلا بنحكي شوي نحن وياها، بس هي جاي من كبر اخلاقها، لانه حصل معها حادثه، في عندها موظفه بالبيت اتهمتها، وحست بعدين انه اتهمتها زورا وبهتانا انه سرقت من عندها 5000 جنيه. بقى لما اكتشفت الحقيقه لقت انه وحده من صديقاتها كانت تسرقها في المنزل. طلبت انه تجيب هذه الموظفه اللي تركت شغلها من عندها وتعتذر منها امام الملأ، وترجع ترجع العلاقه كما كانت بينها وبينها. بقى مبادره تشكرين عليها وبهنيكي عليها. ربنا يخليك. وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله. هي ست اسمها نوره. ايوه مش هيك؟ كانت موظفة عندك وبتشتغل أيوة. معك في البيت وهذا. انفقدوا 5000 جنيه. وذهب كان اتهمتيها. هو 5000 وكان في شوية ذهب برضو. نعم. فالمهم يعني هي كانت كويسة مع بنتي انت عندك بنت؟ بنوتة. وعايشة وحدك انت وبنتك؟ انا وبنوتي. نعم. منفصلة وكده قديش عمرها بنتك؟ عندها 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. بس كانت في مره حتى كانت تعبت وسخنت وكده وانا كنت في شغلي، فهي راعت البنت وبصراحه خدت بالها منها كتير، وقامت باللي ممكن اقوم بيه انا وزياده. فجاي بعد كده لما حصل اكتشفت ان في فلوس ضاعت وفي ذهب ضاع. فالمهم شكيت فيها، وكنت ليا صديقه، فالمهم بقول لها، فقالت لي لا يبقى هي اكيد اللي خدت وكده. فالمهم فزعقت لها وطردتها ومشيتها. فجت مره تانية بصيت لقيت الصديقه دي عايزه تشحن الموبايل بتاعها، فدخلت تشحنه، فبصيت لقيتها بتسرق. فالمهم قلت لها طالما كده يبقى انت اللي سرقتي المره اللي فاتت. يعني انت ما كنت مرتاحه لصديقتك؟ يعني بس ما كنتش متوقعه، لان انا يعني بيتي فاتحاه وصديقه. نعم. وبقى لها فتره معايا، فانا ما تخيلتش ان هي ممكن تمد ايديها، او يعني فاتحه لها بيتي، يعني نعم. اصحاب يعني ما ايوه فما حصلش حاسه قبل كده ان هي خدت مني حاجه، فما جاش في مخيلتي يعني. فالمهم طيب هي الست المسكينه لما اتهمتيها شو قالت لك؟ هي طبعا يعني طبيعي قالت لي لا، وعيطت وانهارت وانا مش ممكن اعمل كده، وانا بقالي سنتين معاكي، وازاي ان انا مدي ايدي فطبعا برضو بتيجي دايما اي حد مشغل حد فبيشك فيه هو على طول. نعم. لان انت اللي قاعده وانت اللي بتخشي وانت اللي بتطلعي. فصاحبتي مثلا لما تيجي يعني بدخلها، بس مش بتبات معايا بقى ولا بتقعد معايا زي ما هي كانت قاعده يعني. فاتصدمت لما لقيت طبعا ان الصديقه هي اللي خانت يعني ومدت ايدها. فانا ما كنت مذهوله ومش مصدقه طبعا، ومتضايقه جدا ان انا اتهمت يعني حد بالذوق. قديش الك طردتيها للموظفه؟ من كم؟ 7 اشهر؟ بقالكم 7 اشهر؟ هي كانت قاعده معايا بقى لها سنتين. نعم. ماشي. لما طردتيها يعني في الحدود دي 7 اشهر تقريبا، اقل من سنه يعني. تقريبا اقل من سنه. أنا... طيب شو بدك تقولي لها هلا معي انا رساله منك رح نقرا لها بس عايزه اقول لها طبعا حقك عليا. وانا اسفه ليكي جدا، لان الظلم وحش طبعا. وانا طبعا واحده من الناس ما احبش يقع عليا ظلم. فالظلم دايما الانسان لما بيحب يعني بيبقى برضه عنده ضمير شويه، ويحس ان هو ظلم حد. مش عيب ان انا اعترف وان انا يعني اصالحها وابوس دماغها واقول لها حقك عليا قدام الدنيا دي كلها، في سبيل ان انا يعني انت برد كرامتها. عايزه ترجعي لها اعتبارها. كرامتها طبعا. ورحت المكتب اللي كان جايبها لي وقلت له انا غلطت واتسرعت في الحكم عليها بس ما كلمتيها مباشره؟ ما هو عشان كده انا عايزه اصالحها قدام الكل. طيب نحن وجهنا لها الدعوه لنوره. اكيد طبعا. بنشوف سوا. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين المعادي عشان هنسلم دعوه الحضور للاستاذه نوره محمد.
مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذه نوره محمد؟ ايوه. حضرتك عندك 33 سنه صح؟ ايوه. عندك ولد عنده 8 سنين؟ ايوه. طيب انا اسماء من برنامج جورج كارداش. اهلا وسهلا، شرف. جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. دعوة فين؟ هي دعوه عشان تيجي تحضري معانا البرنامج. طيب اشمعنى انا؟ في حد دعاكي للبرنامج. مين؟ مش هقدر اقول لحضرتك دلوقتي، فريق الاعداد وشركه الانتاج هيكلموك ينسقوا معاك كل حاجه. طب ايه فكرة البرنامج؟ فكره البرنامج معتمده على عنصر المفاجاه. الدعوة. قبلتيها؟ استاذ جورج، استاذه نوره محمد قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. معنا سيدة صافي بتشتغل على حسابها، عندها أعمال. بقى سيدة صافي جاي تعتذر من ست كانت موظفة عندها، لأنه اتهمتها بفترة أنه سرقت لها مبلغ من المال مع مجوهرات. حبت تجي على استوديو أمام الملايين أنه تعد لها الاعتبار للسيدة وتعتذر منها وترجع العلاقة بينها وبينها. لذلك نورة هي المطلوبة. نورة موجودة في الخارج، قبلت الدعوة. بقى بدنا نرحب بنورة، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اهلا ست نورة، كيف احوالك؟ الحمد لله. تفضلي. اهلا وسهلا. كيف اخبارك؟ الحمد لله. شكرا على قبولك دعوتي، بتشكرك انا. شكرا لله. ومع انك مش عارفه شو ناطرك هون ومين ناطرك وشو اللي حيحصل، ما بتشكرك انا. كيف احوالك؟ الحمد لله. كيف حياتك؟ الحمد لله نحمد عليك. ماشي الامور؟ يعني مش كتير؟ كويس. مثل كل الناس، مش هيك؟ هيك. يا ستي، يعني انا وسيط، انا ساعي خير، انا ساعي بريد. حدا طلب مني ان ادعوك ودعيتك وانت شرفتي، واهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. عم تسالي مين؟ يا ريت. يا ريت. بدك تطلعي بالشاشه. تكرهيها لست؟ تكرهيها؟ مش عايزه اشوفها ابدا. ابدا. الست دي عملت معك فصل ما بينعمل، يعني مش سليم، مش صحيح، غير اخلاقي. اتهمتك بالسرقه وانت كنت بريئه. فعلا حصل. نعم، ولكن هيدي الست اكتشفت انك فعلا كنت بريئه. بعد ايه؟ طيب، الست ضاع لها مبلغ من المال وضاع لها مجوهرات، وحضرتك موجوده بالبيت. اول شيء بيروح الشك عليك، واي وحده تانية بالعالم بالدنيا بدها تفكر نفس التفكير. الكلام ده لو ما حدش بيخش البيت غيري انا بس. ما هي اكتشفت بعدين، لانه هي ضميرها تعبها وهي حققت بالموضوع. بعدين اكتشفت انه حدا تاني كان عم يسرقها بعد ما دمرتني، وانك انت بريئه. طيب دمرتك. هيدي الست اجت اولا بدها تعيد لك الاعتبار امام الملايين، امام كل الناس، وثانيا بدها تعتذر منك، تطلب منك انك تسامحيها. نعم. وانا مش قابله اعتذارها. راح بقرا لك الرساله اللي بعثت لك اياها. بتقلك: صديقتي وأختي الأمينة نورة، استأمنتك على بيتي وفلوسي وبنتي، وكنتي قد الأمانة. كنتي أم تانية لبنتي وأخت صغيرة ليا. أنت أكتر وحدة عارفة ظروفي، ورغم أنك قدرتي تخليني أثق فيكي، لكن لما حصلت لي مشكلة كنت ضعيفة لدرجة
انه حد تاني كنت اثق فيه خلاني اشك فيكي. انا عارفة اني جرحتك لما شكيت فيكي ولما اتهمتك، لكن صدقيني انا من ساعة ما عرفت الحقيقة وانا خجلانة من نفسي ومن تسرعي. انا مش بس خجلانة، انا كمان ندمانة اني خسرت واحدة امينة ومحترمة وبتخاف علي وعلى بيتي، ودلوقتي انا جاي اصلح غلطتي واعتذر لك قدام الناس كلها على اللي عملته معاكي. انا عارفة انك زعلانة جدا، لكن انا بعتذر لك وبتأسف لك، والاهم انك تسامحيني اذا قدرتي، والمسامح كريم. في كثير ناس منا بيغلطوا بس بيندموا. يا ست صافي، طلبتي انه الست نورة تجي لحتى ترجعي لها اعتبارها قدام كل الناس وتقولي لها اللي في قلبك. تفضلي، عندك فرصة وعلي صوتك شوي. انا طبعا بعتذر لك قدام الدنيا دي كلها، وبقول ان انا غلطت في حقك وحقك عليا، وطبعا غلطه ما كانتش مقصوده، بس اي حد مطرحي ممكن يعني بيجن جنونه لما يدينا حاجه منه من البيت، وانا مستعده للترضيه اللي انت عايزاها. ابوس راسك قدام الناس، اللي انت عايزاه انا تحت امرك فيه، ومش عيب ان انا بقول ان انا غلطت، بس يعني برضو بعتذر، يعني بقدم اعتذاري. فيعني المفروض ان احنا يعني خيركم يعني ده هو بدأ بالخير يعني. فانا يعني غلطت وبديني بقول لك انا اسفه وحقك عليا، والترضيه اللي انت عاوزاها انا تحت امرك فيها. ويهمني طبعا ان انت من جواكي تبقي صافيه وما تشيليش مني حاجه وما تبقيش زعلانه، وفي نفس الوقت ما تديش عليا في يوم ان انا ظلمتك يعني. فيعني بمدلك ايدي. اوكي صافي، خلينا نسمع نورة شو بدها تقول لك. تفضلي نورة. اقول لها بعد ايه السماح؟ انا واحده شغاله معاها سنتين، سايباها بقالي 7 شهور، وراحت قالت للمكتب ان انا سرقت منها فلوس، ولحد دلوقتي مش لاقي شغل اشتغله، فوق قاعده في البيت. طيب ما هي اجت تعتذر وتقول لك التعويض اللي انت عايزاه، وبدك ترجعي لعندها مستعده. تعويض على ايه؟ بعد ايه؟ طيب خلص حصل الضرر، بس نستمر كده؟ نبقى على طول؟ رجعت الست ندمت، عرفت الحقيقه. لان انا كنت بعتبرها مش واحده شغاله عندها، كنت بعتبرها هي اهلي وناسي. هي ما قالتش انك شغاله عندها، هي مش معتبرها هيك، هي قالت لك اختي وصديقتي عم تقول بالكتاب. سمعتيها؟ سمعتها. طيب يا ست، مين بيشك في اخته ومين بيشك في اخوه؟ لا بشك واحد، بشك كل انسان بشك. ما بيحصلش. كل انسان بشك. انت مش شاكه بناس احيانا وطالع مش مظبوط؟ شكك؟ لا طبعا. لا، فاذا انت بريئه وقلبك طيب يعني. الحمد لله. نورة، الست اجت وامام الملايين اعتذرت منك، طلبت منك السماح، وقالت لك اللي انت عايزاه، وبدها تصلح وتصحح ما مضى، تعوض عما مضى بقى. واهم شيء انك ترضي لها ضميرها، لانه ضميرها تعبان. ما سالتش نفسها ليه قبل ما تتهم الناس اللي بقى؟ نعم، ما سالتش نفسها ليه؟ انا عايش عندها وبراعيها وبراعي بنتها، وبحب بنتها عن ابني، وبفضل بنتها عن ابني. بنتها ما بكون تعبانه وهي مش قاعده، انا اللي بقعد وانا اللي بقى. هي قالت هالكلام سمعتي الكتاب؟ سمعت الكتاب، بس الظلم وحش. صح معك حق، الظلم وحش معك، وانظلمتي، وانا معك انك انظلمتي، بس خلاص بدنا نصحح الظلم. مش قادر اسامح، لانها دمرت لي حياتي. انا قاعده بقالي 7 شهور في البيت، ربنا العالم الواحد بياكل ازاي ويشرب ازاي.
يا ست صافي احكي معاها. يعني انا هعوضك الخساره اللي انت خسرتيها طبعا الفتره دي. وانا رحت المكتب واعترفت وقلت ان انا غلطت في حقك، وقلت الترضيه اللي انت عاوزاها، واديني قدام الناس كلها هبوس راسك واصالحك، والمسامح كريم. مسامح كريم، كلنا بنغلط. بعرف ما ينفعش انك إنه يبقى مجروحه، فيه. هي عارفه انك انت مجروحه كمان، بس برضه يعني لما بانت الحقيقه خلاص. طيب اجت امام الملايين تقول لك سامحيني، يعني هون بتصيري انت ظالمه اذا ما سامحتيها. بتصيري انت هون عم تظلميها، لانه لما اجت وقفت امام الملايين طلبت منك السماح واعترفت انه هي شكت فيكي بالخطا وعرفت الحقيقه، بتصيري انت ظالمه. اصير انا ظالمه ازاي يا استاذ جورج؟ اذا ما سامحتيها بتكوني انت ظالمه هلا، لانه هي اجت اعترفت بخطأها امام ملايين البشر. بعد ايه طيب؟ يعني انا من جهتي عملت واجبي. هذا البرنامج مفتوح للسماح والمسامحه، عنوانه المسامح كريم. نحن قمنا بما علينا، حاولنا انه ترجعوا العلاقه وتصحح خطأها. السيدة هي مستعدة تصحح الخطأ، مستعدة انه تعوضك على اللي خسرتيه، ترجع لك كرامتك. بقى القرار بيدك، انا بتركك هلا اني فكري شوي وبعدين اعطيني جواب. يعني عم فكر بيني وبين نفسي انه هي عم تعطيكي فرصة انه ترجعي تبيضي صفحتك وترجع سمعتك كويسة وخلص، وهالخطأ هذا كله يزول والظلم كله يزول. بقى إذا المسألة عناد، أنت عنيدة؟ مش عنيدة يا استاذ جورج، اتظلمت. على راسي انظلمتي، بس اتظلمت من غير ما اعمل حاجة. بس جاكي الإنسان اللي ظلمك بيقول لك أنا مستعد أصحح الخطأ وعوضك عن الظلم. بقى فكر. كل اللي طالبته منك انه تسامحيها. قرار عندك. وقالت لك انا مستعدة ابوس راسك قدام الناس وتسامحيها وتعوضك عن اللي فات. بتقولي انه بنتها بتحبيها زي بنتك، مش مشتاقة تشوفي بنتها؟ اكيد. فإذا يا نورة فكري. شدي حيلك، يعني بدها شجاعة كمان. وإن شاء الله تكون هالحلقة فاتحة خير عليكي وعلى ابنك وعليها. يلا، شو القرار؟ سامحي بقى. ربنا يسامحها. وانت؟ خلاص مش هقدر اقول حاجة. مسامحتها؟ مسامحتيها؟ صدق. والمسامح كريم؟ صدق. المسامح كريم. يلا.
شفتي بقى؟ هي ارتاحت، هي ارتاحت وانت ارتحتي هلا، كلنا ارتحنا خلاص. يعني من منا لا يخطئ، من منا لا يخطئ. مبروك الصلح. يلا ان شاء الله بتاخديها تشوف بنتك، لانه شو اسمها بنتك؟ يارا. يارا. ما بتشوفي يارا؟ يلا بتروح تشوف يارا. بالتوفيق ان شاء الله. بشكركم اثنينكم، بشكرك انت صافي، بشكرك يا نورا، بشكرك كمان على شجاعتك. بعرف انك انت كانت صعبانه عليكي، انما الحمد لله اقنعناكي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. تفضل تفضل. إلى قصة وقصص جديدة مع المسامح كريم. دائما تابعونا.